يا اهلا وسهلا، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده معانا؟ وصفه سهله وسريعه تنفع للفطار وتنفع للعشاء لولادك. بلفه جلاش واحده هتعملي بيتزا الجلاش بمنتهى السهوله ومكونات متوفره عندك. لفه جلاش بقى عندك من رمضان، من اي حاجه. الحشو بقى على مزاجك. انا هحشي النهارده الجلاش عندي شويه بيفي زي ما انت شايفه كده، مقطعه لهم قرنين فلفل اخضر، وهنا شويه بهارات اللي هتحلي الدنيا مع اي نوع جبنه، جبنه قريش، جبنه موتزاريلا، جبنه بيضه، اللي انت عايزاه. معانا التشريبه بتاعتنا اللي هي هنسقوا بيها الجلاش يعني. كوبايه لبن، بضايه، ربع كوبايه زيت، شويه ملح، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، وبيندمجوا كلهم في الطبق وبنشربوا بيهم ايه؟ البيتزا بتاعتنا. تمام. دلوقتي هنمسكوا البيتزا بتاعتنا زي الجلاش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، بنقطعوه طرنشات اللي هي يعني ايه، زي ما تكوني بتقطعي بطاطسايه كده. ماشي، بتقطعيها كلها حلقات كده عشان تنفش معاكي وتبقى هشه كده وتبقى جميله. واحنا مع بعض كده حبايبي، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم يا رب، وربنا ينصرهم ويفك كربهم وينتقم من كل ظالم يا رب كده. وما ننسوش حبايبي ان احنا نقطع المنتجات الصهيونيه. كل قايمة المنتجات الصهيونية نتمنى ان محدش يشتريها، عشان لما نقف قدام ربنا احنا ما في ايدناش حاجة، نقول يا رب اللي كان في ايدنا عملناه. تمام حبايبي، دلوقتي احنا بنقطعه الجلاش واحدة واحدة مع بعض اهو. بصوا طرنشات لحد ما تخلصي الجلاشية كلها، هتطلع معاكي سهلة وبسيطة ومن غير اي تعب ومن غير اي حاجة. ومن حلاوتها ولادك هيطلبوها منك كل يوم. تمام. انا اول مره اجربها بصراحه، انا شفت اخت حلوه كده يعني شيف جميله كده عملتها، قلت اجربها معاكم. خلصنا كده نبدا نفرطه الجلاش. بصي، بتفرطيه كده عشان يبقى هش، بتفرطيه كله من بعضه. تمام. طبعا الحشو على مزاج زي ما انا قلت. حلو. والجبنه الموتزاريلا بتبقى فيها روعه، بس بصراحه انا ما عنديش، استخدمت الصوص الجبنه العادي. ماشي. بتفرطيه يفضل طبعا احنا بنعملوها على البوتاجاز من فوق، مش بنعملوها في الفرن. ماشي. اي طاسه ما بتلزقش عندك بتحطي فيها شويه زيت وبتقسمي الكميه دي على مرتين. بصي فرطناه اهو. هنجيبه بقى الطاسه لا دلوقتي هنعمله التشريبه بتاعتنا، هنحط الكمون والفلفل. تمام. وفي الطبق ده شويه زيت، ربع كوبايه او 3 معالق كبار هنا. هننزله بالكوبايه اللبن، يبقى شويه كمون على شويه فلفل اسمر على شويه ملح، هنكسر عليهم بيضه على شويه زيت. المقدار زي ما انت عايزه، بس المقدار ده مظبوط يعني. تمام. بتبداي ان انت تدمجيهم كلهم في بعض. شفتي لما تكوني بتعملي الجلاش اللي هو باللحمه المفرومه، عشان تبقى مقرمشه من فوق وطريه قوي من تحت. حلو الكلام. تفضلي تدمجي فيهم كده لحد ما يتخلطوا كلهم مع بعض. حلو. بصوا انا هنا بنحط نقطه خل. ليه نقطه الخل يا ام محمد؟ عشان الزفاره بتاعه البيض. هو الفلفل الاسمر طبعا بيضيع زفاره، بس لازم تتاكدي. ونقطه الخل دي ملهاش اي تاثير على الوصفه، ولا بتبان ولا اي حاجه. هي بس اطمئنان ان خلاص كله اتخلط في بعضه وان مفيش ريحه زفاره. ولو عندك نص ليمونه ممكن تستغني عن الخل، تحطي نقطتين كده. كده دمجناهم في بعض. وما تنسيش الملح. كده جبنا طاسه اهو، حطينا فيها نقطة زيت او حتة سمنة، انا ما عنديش سمنة. نزلنا بنص الكمية اهو زي ما انت شايفة، نص الكمية، نص كمية الجلاش. حلو اهو. وهتنزلي بباقي الخلطة او الخلطة بتاعتك، الخلطة على مزاجك. انا عندي شوية حتى باين ان هما شوية صغيرين، مش هيريح. بصي، بيفي او لانشون على فلفل اخضر اهو، اي حاجه. هنا عندي نص صوص جبنه شيدر، اللي ما عندوش يحط جبنه قريش، جبنه فيتا، اي حاجه عندك. جبنه موتزاريلا بتبقى روعه. تحطي طبعا الكميه اللي انت عايزاها، الجبن دي على ذوقك انت. ماشي. بتنقلها في حته تانية خالص تخليها طعمها حلو يعني. حلو. بنجيبوا التشريبه بتاعتنا اهي، بنقلبوها حلو. متنسوش شويه الملح. بننزله بنص التشريبه. بصوا اهي، نص التشريبة كده، وبنخلي نصها للطبقة التانية اهي. بنشربها كلها بيها. طبعا بتتحط على البوتاجاز من فوق، بتوطي النار خالص شمعة، وبتكون الطاسة دي ليها غطا، وبتحطيه على نار متوسطة يعني هادية خالص.
حلو على البوتاجاز من فوق، وبتغطيها وبتستني 5 دقايق، وبتبصي بتلاقي حروفها كده، او 10 دقايق بتلاقي حروفها كده احمرت، بتبتدي تقلبيها، بتتقلب معاكي بمنتهى السهوله، وسيبها تحمر على الوش التاني، وبألف هنا وشفا. بصي احنا هنا هننزله بنص التشريبه التالتة. طبعا هي هتستوي دلوقتي، وهوريها لكم لما تطلع من الفرن شكلها ايه. اسفه، من على البوتاجاز شكلها إيه. ممكن تعملها في الفرن، بس على البوتاجاز بتبقى حلوه برضو يعني، وسريعه كده. بتنزلي بنص التشريبه التانية اهو على بوتاجازك بقى من فوق اهو، بتشربيها كده. هنا حبايبي بعد ما طلعت من على البوتاجاز من الطاسه، بصوا سهله وبسيطه، وما خدتش وقت على البوتاجاز 5 دقايق، كانت طالعه بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي. بصي الحشو من جوه مستوي شكله زي الفل. بصي لسه طالع الدخان اهو، الحشوه مستويه وريحتها روعه، وما خدتش 5 دقايق على الوشين على البوتاجاز، في منتهى الجمال. هتنفعك للفطار وللغدا. ما تنسيش اختك في اللايك وتشتركي في القناه. والسلام عليكم.